السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لمجموعة أو سلسلة الفيديوهات اللي بدأناها الخاصة بشرح طريقة الاستعلام عن الكشف الطبي للسفر وطريقة الاستعلام عن تحليل فيروسات أو تحليل المعامل المركزية للسفر للسعودية والكويت وباقي دول مجلس التعاون. هنتكلم النهاردة على إزاي نقدر نستعلم عن قائمة المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة للسفر للسعودية والكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم، قناة موقع مغترب أونلاين، ولا نتعرف من خلاله على إزاي نقدر نستعلم عن المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة التابعة لمركز جمقة، والتي من خلالها يتم الكشف الطبي على المسافرين للسعودية والكويت وباقي دول مجلس التعاون. كثير من الإخوة المسافرين أو الراغبين في السفر للعمل والإقامة في السعودية والكويت وباقي دول مجلس التعاون يرغبون في التعرف على أسماء المستشفيات المعتمدة للكشف الطبي. لكن قبل ما نتعرف على طريقة الاستعلام عن تلك المستشفيات والمراكز الطبية لازم نتعرف أو لازم نقول كلمتين مهمين جدا، إن التحويل على تلك المستشفيات بيكون بشكل عشوائي وليس باختيار المسافر. يعني حضرتك لما بتيجي تحجز موعد الكشف الطبي حضرتك ما بتختارش مستشفى بعينها، لا، أنت بتتحول على المستشفى بشكل عشوائي. طب احنا هنستفاد إيه من الاستعلام عن تلك المستشفيات؟ هنستفاد ان احنا ممكن نعرف رقم تليفون المستشفى والبريد الالكتروني بتاعها وعنوانها وكمان التقييم بتاعها لو احنا عايزين نستفسر عن اي حاجه. يلا نبتدي في الشرح على طول، واسف اني طولت عليكم في المقدمه. في البدايه بندخل على رابط موقع وافد جمقة للكشف الطبي وحجز مواعيد الكشف الطبي. هسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف اسفل الفيديو في اول تعليق ان شاء الله. حاولوا يا جماعه تدخلوا من على متصفح كروم عشان يترجم الموقع، لان الموقع متاح باللغه الانجليزيه. بعد ما بندخل على الموقع بتظهر لنا واجهه الموقع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنا ممكن نقدر نحجز موعد الكشف الطبي. هنا بنتعرف على قائمه المراكز والمستشفيات الطبيه المعتمده والتابعه لمركز جمقة. بنضغط على قائمه المراكز الطبيه المعتمده، بتفتح معانا القائمة اللي انتم شايفينها بالشكل ده كده. من هنا بنقدر نختار الدولة. يعني الشرح ده ما يخصش مصر فقط، لا، ده بيخص جميع البلدان المصدرة للعمالة لدول السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وباقي دول مجلس التعاون. بنبدأ نختار الدولة وليكن مصر. بعد ما نختار مصر من هنا نقدر نضغط بحث عشان يجي لنا كل المراكز الطبية، ولكن احنا هنا هنحدد المراكز الطبية المتاحة في المدينة. عندنا المراكز الطبية في القاهرة والإسكندرية، وهنبتدي مثلا بالإسكندرية. بنختار الإسكندرية وبنضغط على زر بحث. دي ننتظر لحظات لحد ما الصفحة تحمل. بتظهر قدامنا قائمة المراكز والمستشفيات الطبية المعتمدة للسفر في مدينة الإسكندرية. بداية هنا عيادة الأقبال، طبعا بيظهر لنا اسم المركز الطبي والدولة والمدينة والعنوان بتاعها، وكمان رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وهنا تقييم المستشفى. طبعا التقييم ده مش تقييم المستخدمين، ده تقييم مجلس الصحة لدول مجلس التعاون. هنا هنلاقي مثلا مستشفى علاج أليكس تقييمها 3 نجوم، مستشفى أو عيادات الإقبال مستشفى تقييمها 2، عيادات الشفاء التخصصية تقييمها 3، عيادات ابن رشد تقييمها 2. طبعا دي كل المستشفيات أو المراكز الطبية اللي متواجدة في مدينة الإسكندرية. نيجي نختار مثلا، هنبدأ نختار وليكن القاهرة. طبعا هنا بنختار القاهرة، خلاص اسكندرية. من القاهرة ونضغط على زر بحث هيبدأ يظهر لنا قائمة المراكز والمستشفيات الطبية في مدينة القاهرة. طبعا المستشفيات في القاهرة كتيرة عن الإسكندرية، فاحنا عايزين نفتح القائمة كلها. بننزل تحت هنا وبنختار آخر رقم اللي هو 50، فبتفتح معانا قائمة المستشفيات والمراكز الطبية كاملة. زي ما قلنا هنا اسم المركز أو اسم المستشفى، أهل الطب المدينة القاهرة، العنوان بتاعه ورقم التليفون والبريد الإلكتروني والتقييم. عيادة الإخوة نفس القصة، عيادة الفاطمية، الحسين، مركز فحص المأمون، عيادة المباشر التخصصية، مستشفى الأمل، الفسكان، عيادة الحرية، وهكذا.
هسيب لكم رابط الاستعلام في الوصف أسفل الفيديو في أول تعليق إن شاء الله، ولو في أحد عنده أي استفسار ممكن يسيبه لنا في التعليقات، وإحنا إن شاء الله هنرد عليه في أسرع وقت. أتمنى لو الفيديو عجبكم تنزلوا تعملوا لايك للفيديو، والناس اللي مش مشتركة يا ريت تدعمنا باشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، عشان ده بيشجعنا إن إحنا نقدم محتوى جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.